النهاردة هنتكلم عن سر من أسرار علاج البشرة، كريم يعتبر من أقوى وأشهر كريمات الجلدية على الإطلاق، وهو كريم الأكريتين. كتير مننا ممكن يكون بقاله سنين بيعالج في حب الشباب ومن غير أي نتيجة تذكر، أو يمكن بنعاني من آثار حبوب غامقة وبقع عنيدة جدا مش راضية تروح مهما عملنا، أو حتى نفسنا بس بشرتنا تبقى أنعم وأفتح، بس كلمة تقشير دي بتخوفنا. لو أي حاجة من دي بتوصف حالتكم يبقى الشرح ده ليكم. الحل ممكن جدا يكون في الكريم ده، الأكريتين. بس لحظة واحدة، لازم نعرف إن استخدامه غلط ممكن يكون نتيجته كارثية، ممكن حرفيا يبوظ البشرة بدل ما يعالجها. عشان كده لازم نركز في كل كلمة وكل خطوة جاية عشان ناخد منه أفضل نتيجة ونتجنب أي مشاكل. طيب خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول. هو إيه بالظبط كريم أكريتين ده وإزاي بيشتغل بالقوة دي كلها؟ بصوا، المادة الفعالة اللي جواه اسمها تريتانوين، والتريتانوين ده واحد من أقوى مشتقات فيتامين ألف. ممكن نعتبر وظيفته الأساسية إنه بيعمل ريستارت للبشرة، بيجددها حرفياً من أول وجديد. اللي بيعمله التريتانوين ده 4 حاجات مهمة جداً. أول حاجة، بيسرع جداً من عملية تجديد خلايا الجلد، فبيقشر الطبقة القديمة ويطلع مكانها طبقة جديدة وصحية. تاني حاجة، بيفتح المسام اللي كانت مسدودة ومسببة الحبوب. تالت حاجة، بيقلل من إفراز الدهون الزيادة اللي بتخلي البشرة تلمع وتطلع حبوب. ورابع حاجة ودي مهمة قوي، بيحفز إنتاج الكولاجين. يعني باختصار كده بيعمل ثورة شاملة في البشرة. وبسبب كل ده أطباء الجلدية بيعتبروه حل جوهري لحب الشباب العنيد ولتقليل آثار الحبوب والتصبغات وتفتيح أي بقع غامقة. ومش بس كده، ده كمان بيحسن ملمس الجلد نفسه وبيقلل الخطوط الرفيعة، يعني استخداماته متعددة بشكل رهيب. ودي بقى نقطة في منتهى الأهمية. لازم وأكرر لازم نبدأ بأضعف تركيز اللي هو 0.025%. ده أنسب وأأمن اختيار لأي حد لسه هيبدأ أو بشرته حساسة. في طبعا تركيزات أعلى زي 5% وال1%، بس دي ما ينفعش نستخدمها من نفسنا، لازم تكون تحت إشراف طبيب متخصص. ودلوقتي نيجي لأهم جزء في الموضوع كله، طريقة الاستخدام الصح. القواعد اللي هنقولها دي لازم نمشي عليها بالحرف، لأنها هي اللي هتحدد إذا كنا هناخد نتيجة ممتازة أو نتيجة عكسية. عندنا 3 قواعد أساسية ما فيهاش أي فصال. القاعدة الأولى، بيستخدم بالليل بس في الضلمة. القاعدة التانية، لازم البشرة تكون جافة تماماً، يعني بعد ما نغسل وشنا لازم نستنى من 20 ل 30 دقيقة لحد ما نتأكد إن مفيش أي رطوبة. القاعدة الثالثة، بنستخدم كمية صغيرة جداً قد حبة البسلة بالظبط ونوزعها على الوش كله، مش أكتر من كده. وهنا بقى نيجي للمناطق المحظورة اللي ممنوع الأكريتين يلمسها. ممنوع تماماً نقرب من منطقة حوالين العين أو حوالين زوايا الفم، وأكيد طبعاً ما ينفعش نحطه على أي حتة في بشرتنا تكون ملتهبة أو مجروحة. وده يمكن يكون أهم تحذير في الفيديو كله. استخدام أكرتين من غير واقي شمس يومي بمعامل حماية 50 أو أعلى، ده معناه إننا بنضيع كل مجهودنا. البشرة بتكون حساسة جدا للشمس في فترة العلاج، فواقي الشمس مش مجرد اختيار، ده إجباري كل يوم الصبح حتى لو مش خارجين من البيت. تمام. إيه بقى اللي المفروض نتوقعه لما نبدأ نستخدمه؟ مهم قوي نفرق بين الأعراض الجانبية الطبيعية اللي بتحصل في الأول وبين علامات الخطر اللي لازم نقف عندها. في أول فترة طبيعي جدا جدا يحصل شوية احمرار أو تقشير خفيف أو حرقان بسيط. والمفاجأة بقى إنه ممكن تظهر حبوب أكتر في الأول. المرحلة دي لها اسم ومعروفة باسم purging، ودي معناها إن الجلد بينظف نفسه من جوه وبيطلع كل حاجة لبره، فده طبيعي ومؤقت ومفيش منه أي قلق. لكن لو حصل التهاب شديد قوي أو حساسية قوية، هنا لازم نوقف استخدامه فوراً ونستشير الطبيب. طب والنتائج النهائية بتظهر إمتى؟ الموضوع محتاج صبر. أول علامات التحسن بتبدأ تظهر بعد حوالي 4 أسابيع، لكن النتيجة الواضحة الملحوظة اللي تخلينا نقول الله دي هنشوفها بعد من 8 ل 12 أسبوع، وأفضل نتيجة ممكن نوصل لها بتبان بعد 3 شهور أو أكتر من الاستخدام المنتظم. ودي بقى شوية نصايح احترافية عشان التجربة تكون مريحة والنتيجة أفضل. أولاً، ضروري نستخدم مرطب طبي لطيف بعد الأكريتين بنص ساعة. لو البشرة حساسة قوي ممكن نجرب طريقة الساندويتش، ودي عبارة عن طبقة مرطب نستناها تنشف، بعدين طبقة الأكريتين، وبعدها طبقة مرطب تانية. مهم كمان ما نستخدمش معاه منتجات فيتامين سي في نفس الوقت، وأكيد طبعاً نوقف أي سكراب أو مقشرات تانية طول فترة الاستخدام. يعني الخلاصة كلها إن الأكريتين مش كريم سحري هيغير البشرة في يوم وليلة، لكنه فعلاً واحد من أقوى وأنجح العلاجات اللي ممكن نستخدمها لو التزمنا بالقواعد وطريقة الاستخدام الصح اللي شرحناها.
لو أي حد عنده سؤال عن بشرته أو عن استخدام الأكريتين اكتبوه لنا في الكومنتات تحت وهنرد عليكم. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم دايما كل جديد ومفيد عن العناية بالبشرة.